سلام المسيح يا حبايب، سلام الرب لكم جميعًا. هذا بس آآ تجريبي وإعلان، هذا بس تجريبي وإعلان لكل الحبايب، وإذا في عندنا مسلم موجود كمان ممكن بنحاوره، ما في أي مشكلة. يا أخوة بس حبيت أعلن لكم إنه رح صير كل سبت بنعمة المسيح افتح لايف على اليوتيوب، ونعطي مجال لأحبائنا المسلمين يلّي عندهم إجابات على تساؤلاتنا، أي سؤال كان طرحناه من قبل وعنده إجابة وحابب إنه هيك يجاوب على سؤالنا ويثبت لنا إنه نحن عرفت علي، ما من ما كنا نفهم الموضوع اللي عم نطرحه وحابب يطلع يفهمنا ويشرح لنا، أهلا وسهلا بك حبيبي المظلم. كل سبت إن شاء الله بنعمة المسيح بعد الكنيسة يعني تقريبًا بالضهر. هلأ أنا راح إذا في عندنا مسلم موجود حابب يطلع يدردش معنا، خلّيني أنزّل الرابط. تحياتي، تحياتي. فكنا نتساءل يا أخوة، كنا نتساءل دائمًا عن صفات إله الإسلام الذي يعبدوه، لحتى نعرف يا أخي أنتم بتعبدوا مين؟ يعني مين هذا الإله اللي حضراتكم بتعبدوه؟ ما فتح البث يا أخي أحمد، شلون ما فتح البث؟ ما فهمت. ما أنا فاتح بث. أنا الآن فاتح بث، شلون بتقول لي ما فتح بث؟ أنا الآن بث مباشر أخي الكريم. حبيبي يا فؤاد الغالي ربي يباركك، نشكر المسيح. أنا مع أولادي بالبارك الآن، فقلت خلّيني أفتح لايف وأعلن لكل الأحبة إنه راح يصير عندنا لايف ستريم بشكل أسبوعي على قناة اليوتيوب هاي باللغة العربية، ما عدا قناتي اللغة الإنجليزية. تمام، خلّيني أنزّل رابط إذا حابب حدا يصعد يسلّم، أو حابب حدا مسلم من أحبائنا المسلمين يطلع يجاوب كمان ما عندي أي إشكال، عرفت علي؟ بس خلّيني أجيب الرابط. اهم، أضع لكم الرابط حيث تجدونه تجدونه مكتوبًا عندكم في القرآن والحديث، نبي اسمه الدكتور أحمد فاتبعوه. آخ، متل ما أنا ما عندي دليل ومخطوطة تثبت إنه أنا النبي المذكور في الكتب في القرآن والسنة، حبّائنا المسلمين كمان ما عندهم دليل يثبتوا لي إنه أحمد النبي المذكور في التوراة والإنجيل في إله مخطوطة، ما في هذا الكلام، عرفتوا علي؟ وصل شي الرابط، شفتوا شي رابط؟ خلّيني أرجع أنزّل الرابط، إذا شفتوا رابط المداخلة خبروني حبايب. شفتوا شي رابط المداخلة؟ تجدونه مكتوبًا عندكم بالقرآن والسنة؟ ما عم ينزل ما بعرف ليه، خلّيني أرجع أعمل copy تاني. لهلأ لأ، طيب خلّيني أرجع أجرّب مرّة ثانية، لعل وعسى. طيب هيك يبدو هذا التليفون ما بينسخ روابط، خلّيني أدخل من غير تليفون. نبيًا اسمه الدكتور أحمد مذكور عندهم في القرآن والسنة، إذا سمعتم به فاتبعوه أحبائنا المسلمين، فأنا مذكور عندكم في القرآن والسنة. إي نعم. طيب ما في أي إشكال حبيبي. chat on Facebook.
حتى إنه قناتي الفيسبوك راح أصير أبث عليها كمان نفس البث تبع اليوتيوب، أبث على الفيسبوك كمان. هلأ بافرجيكم قناة الفيسبوك، صفحة الفيسبوك أيضًا، مشان أكبر عدد ممكن من حبايبنا المسلمين يتثقّف بصفات إلهه، هذا الإله المُعاق المحدود الذي يعبده أحبائنا المسلمين من حيث لا يدرون. يعني أحبائنا المسلمين يعبدون إله صفاته صفات مخلوق، صفات هذا الإله اللي بيعبدوه أحبائنا المسلمين مخلوق، فكيف يتطاولون على إله الكتاب المقدس؟ هيو فين؟ شفتوا الرابط يا حبايب؟ هي الرابط. هذا هو الرابط اللي حابب يتداخل من أحبائنا المسلمين، أو إذا حدا من أحبائنا المسيحيين حابب يطلع ويسأل سؤاله أو يدردش، ما عندي أي إشكال حول الإسلام، هذا الدين الذي اخترعه محمد لينكح نساء العرب لا أكثر ولا أقل. نعم. خلّيني بس أحاول أدخل من التليفون التاني كمان، ولو في حدا من حبايبنا المسلمين الواثق من إلهه يخبرني عن صفات هذا الإله يا حبايبنا، وكيف أنت ثنا سني محمد خالد، ما فهمت التعليق. آآ حبيبي أخي محمد خالد، تحياتي لحضرتك. حضرتك كمان مرتد كافر باللات والعزى وإله الإسلام المعاق؟ إمم. عُميد، إذا حابب تصعد يا عُميد أهلًا وسهلًا فيك. أخي أحمد أنا بالشغل بعدين إذا أحسنت أريد التواصل معك محبتي. Angel أهلًا وسهلًا بحضرتك أو حضرتك اتشرّف. إذا بتحب تتواصل معي واتساب أو تليجرام أنا جاهز يعني. أمين أخي شنودة، أذكرك بصلواتنا باسم يسوع. خلّيني إذا أشوف باقدر أنا باكتب إنه ما بيسمح لي أكتب. اليوتيوب شغلته شغلة يعني مو متل واتساب. عندك الواتساب تبعي؟ خلّيني أسجّلكم على آآ notes هون الواتساب تبعي والتليجرام تبعي، وأهلا وسهلا بحضراتكم. واتساب وهي التليجرام. طيب، واللي حابب يتواصل معي
المثبت في التعليقات تقدر تصعد لعندي. حبيبي يا أنجل، ما في صوت. أشكرك حبيبي روجر، ربي يباركك ويحفظك يا غالي. كيف ما في صوت؟ الصوت very very good، الصوت مسموع. آه. أي من عندك المشكلة يا أنجل يا حبيبي، من عندك المشكلة. طب في عندنا شي مسلم؟ حبيبي الياس، صلى الله عليك وسلم. تمام، أشكرك يا سيل. سيل بالمناسبة أنا حضرتك اختصاص سيلفونز. شو أفضل سيلفون أنت بتتخيل إنه للبث المباشر من ناحية الكاميرا والبطارية والحرارة ما ترتفع حرارته؟ لأ أنا ماني البث الآن مو بث يعني حواري. حبيبي يا إيلي، البث الآن مو بس يعني إني فاتح موضوع وأتناقش بالموضوع، هذا بس كاتب عليه بث تجريبي يا أخي شنو ده؟ أنا عايش بأمريكا كيف بدي أخلّي البث الصبح بتوقيتك؟ أنا بافتح بث على توقيتي أنا، عرفت علي شنو ده؟ وفي كتير من المتابعين توقيتهم مثل توقيتي يعني أمريكا وكندا وهي المناطق. حبيبي حبّك المسيح. سنة لأ أنا من حلب أخي، أنا حلبي ياني، ياني، أنا من دولة حلب الآرامية. عندك 22:00 عندي 3:00. عندك 10:26، عندي 3:26. عرفت يا على راسي يا محمد، على راسي. فإلي زمان يا أخوة، إلي زمان باسأل بالإنجليزي وبالعربي وجماعة الألمان. فإلي تقريبًا بموضوع صفات الله تقريبًا 3 سنين، لم أجد لا شيخ ولا عالم دين ولا داعية إسلامي ولا مسلم عنده الإطلاع والمعرفة على صفات ربّه، وكأنه كل المسلمين بيعبدوا إله وهمي. يعني أنت كيف بتعبد إله ما بتعرفه ولا بتعرف صفاته؟ شيء محيّر. والمصيبة مو هون، والمصيبة إنّك بتيجي بتطعن بآلهة الآخرين وأنت ما بتعرف إلهك. كارثة بكل المقاييس. كيف تعبد إله لا تعرفه؟ كيف تعبد إله أنت لا تعرفه ولا تعرف صفاته؟ أقول كلمة لفطيز: تحيا إسرائيل. هي أحلى كلمة لفلسطيز يا Arabic gamer. ويسقط الإرهابيين الفلسطينيين القتلة المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا في إسرائيل وفي سوريا. إكرام غيره بدك تحية تانية؟
تحية لنتنياهو، داعس رؤوس الحيات والأفاعي. شو مفكرني إرهابي لأدعم المجرمين الإرهابيين، حماس والجهاد الإسلامي وسرايا القدس وسرايا الأقصى والمجرمين الإرهابيين القتلة يلّي تمثّلوا بأخلاق وتعاليم محمد؟ لأ، الإسلام يا أخي هو ثقافة، عادات وتقاليد، مش بس حزب، لأ، هو عادة وتقاليد، هو عادة وتقاليد، يعني من عادات العرب الإسلام. واللي أكد هذا الأمر القرآن، يعني مو بس أنا، اللي أكد هذا الأمر القرآن والسنة. في واحد اسمه محمد عفرة بيقول لي: "كول الرسول." كيف بدي آكل رسولك حبيبي؟ ما أنا ماني مسلم زومبي، أؤمن بأكل لحم الكفار، عرفت علي يا ابن العفرة؟ كيف بدي آكل رسولك؟ قصدك بئر بضاعة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب من بئر بضاعة ويتوضأ هذا البئر الذي كان يُلقى فيه دم الحيض وعذر الناس، يعني الغائط والبول، ولحم الكلاب النتن. الرسول كان يشرب منه، كان يتوضأ وقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء." بالنسبة للأصنام، رسولك ليش ترك صنم عيسى وأمه داخل الكعبة حتى مات يا gamer؟ ممكن تخبرني ليه؟ ليش رسولك كان عنده صنم رجل في بيته لبعد ادعائه النبوة ب13 سنة؟ ارجع لفيديوهاتي وشوف، من كتبك أنت، من صحيح البخاري أيضًا. طَب اصعد قيس لأفرجيك، تعال اضغط على اللينك واصعد معي لأفرجيك. لا، لا، كان عنده صنم لبين ما مات يا زلمة، إيش بيك؟ عرفت علي؟ فما باعرف يعني أنتم ليش مسلمين إذا صفات ربكم ما بتعرفوا، وتعاليم رسولكم ما بتعرفوا، ودينكم ما بتعرفوا، ليه مسلمين؟ لأنه بالوراثة، لأنه بالوراثة، لأنه ورثتوا هذا الدين وراثة. ما عم أقول لك عادات وتقاليد، عم قل لكم أنا عادات هذا الدين عادات وتقاليد، صح؟ الدليل إنه ما في مسلم بيعرف ربه، مين هو ربه، صفات ربه، شلون؟ أنت شو هاي؟ هي شو أنا ما فهمت لها إيش. خائفين مرعوبين حتى هون حبايبنا المسلمين، ما عندكم إلا السفالة وقلة الأدب بالتعليقات، والتعليقات التي تعبّر عن أخلاق رسولكم وربكم. من رسولك يا محمد اسواي، من رسولك، رسولك اللي خبّرنا. يعني مثلًا في أحد أحاديث تبع قصة الإسراء والمعراج، بأحاديث صحيحة، رسولك شاف ربك بصورة شاب أمرد ما بيطلع له لا دقن ولا شوارب، جاعدا قطط في روض خضراء من سندس واستبرق، عليه حلة خضراء، ينتعل حذاء من ذهب. هذا هو ربك. كيف؟ في واحد جه على باله أربطه بس ما راح أربطه،
عشان يفرجينا أخلاق رسوله أكثر وأكثر. يعني أنا ماني متفاجئ بصراحة من تعليقاتكم، أبدًا ما باتفاجأ، لأنه باعرف إنه هي تعاليم رسولك وأخلاقه وأخلاق ربك، لذلك أنا لا أتفاجأ ولا أتضايق أبدًا، لأنه هذا دينك، هي تعاليم دينك، يعني أنا كيف بدي أتضايق إذا أنت مؤمن بهي التعاليم النتنة العفنة وتعبّر عنها بالتعليقات. كل واحد بيعرف يعبّر عن تعاليم أخلاقه، أخلاق رسوله وإلهه بالتعليقات، فما باتضايق أنا بالعكس، أنا باترككم تعلقوا بدون ما أربطكم، وخدوا راحتكم علقوا، وخلّي الناس تعرف تعاليم دينكم. لمّا بتعجزوا عن سؤال بتفرجونا تعاليم دينكم بشكل حضاري، يعني متل ما عم نشوف بالتعليقات، عرفت كيف؟ فسؤالنا يعني خلّيني أعطيكم سؤال بسيط، سؤال بسيط، سؤال بسيط، من هو ربُّك الذي تعبده؟ تفضل. من هو ربك الذي تعبده حسب القرآن والسنة؟ ربك ملحد؟ إي نعم ربك، لأ بس ربك مو ملحد، مؤمن، ربك مؤمن اسمه المؤمن وبيصلي صلاته لمحمد، ربك مؤمن اسمه المؤمن ويصلي على محمد وآل محمد. عنده دين، إن الدين عند الله الإسلام، ربك عنده دين، متدين الأخ، مؤمن ويصلي لمحمد على محمد، شايف كيف؟ طلع ربك مو ملحد. كيف خلقك؟ ممكن تقول لي كيف خلقك؟ ليس كمثله شيء قصدك يا عمر؟ يا عميد؟ قصدك ليس كمثله شيء؟ إذًا هو شيء من الأشياء، هل هذا الشيء ربك عنده روح؟ إمم، يا عميد، هل ربك هذا الشيء عنده روح؟ عند هل روحه مخلوقة؟ عميد، روح ربك مخلوقة ما شاء الله، إذًا ربك مخلوق، انتهت القضية، كيف تركت الخالق وعبدت المخلوق؟ بتقول لي كلا، طيب روح ربك غير مخلوقة، صح يا عميد؟ روح ربك غير مخلوقة، صح؟ إذا صح جهّز القرآن، ربّك اللي خلق نَفْسه؟ يعني أنا غلطت، يعني أنا غلطت وأعطيتكم رقمي، هاي السفالة يعني ما راح تتركوها، يعني غلطت وأعطيتكم رقمي صرتوا تتصلوا الآن وأنا على البث، طيب ثواني، ما اشتغلت الصورة؟ شايفين؟ طيب خلّيني أعمل حركة هيك وأرجعها، اشتغلت الصورة ها؟ خلّينا ناخُد هذا الفحل، أنا على البث المباشر، قد إيه عمرك ابني؟ متأكد؟ صدق الله العظيم، شايفين؟ شاشتي شغّالة يا شباب، صورتي شغّالة؟ الصورة مش شغّالة؟ طيب خلّيني أعمل حركة، خليكم معي.
اشتغلت الصورة؟ جميل. هذا الفرخ من غلمان بني فلسطين، هذا الفرخ من غلمان بني ملك البندورة، ملك الأردن، هو اللي اتصل فيني. فرخ من فراخ بني هاشم، اتصلوا قل الأدب مثل ما علمه ربه ورسوله بالحديث الصحيح والقرآن. فمفكرني أنا مسلم، مفكرني أنا مسلم وأؤمن بنكاح الأطفال. لا يا حبيبي، رسولك الذي يؤمن بنكاح الأطفال وهو نكح طفلة بعمر 9 سنوات. قتلة الأطفال يا gamer هم حماس، هم حماس وربك ورسولك، رسولك اللي كان يكشف عن عانة أطفال بني قريظة التي نبتت له شعرة قطع رأسه. هذا قاتل الأطفال، رسولك المجرم الإرهابي. نعم. عرفت مين قتلة الأطفال؟ رسولك الإرهابي. من بعده التابعين اللي اتبعوا رسولك الإرهابي المجرم قاتل الأطفال، المجاهدين اللي مشيوا على ممشاه، هم قتلة الأطفال. ولا رسولك محمد يعني تتبرى منه؟ مو قدوتك يا جيمر؟ رسولك محمد قدوتك ولا لا؟ م? طيب في معنا أيهم، خلينا ناخد أيهم، خليكم معي. كيفك يا أيهم؟ أهلا يا أيهم. خلينا نشوف الصوت مسموع تحت، الصوت مسموع عندكم يا أخوة؟ صوت أيهم مسموع عندكم يا شباب؟ احكي شوي أيهم، منين أنت حضرتك؟ طيب جميل. أين تقع فلسطين؟ شو بتقصد يعني بلاد مقدسة بالفاتيكان؟ وين في بلاد مقدسة ببلاد الشام؟ قصدك أورشليم؟ أورشليم قصدك. شو هذا قدس؟ أنا مع الحق. أنت مع القرآن والّا ضد القرآن؟ طيب طلّع لي من القرآن. يا أيهم، يا أيهم، أيهم خُد السؤال بعدين احكي، تمام؟ طلّع لي من القرآن شيء اسمه فلسطين. تفضل. طلّع لي من القرآن شيء اسمه دولة عثمانية. تفضل. طلّع لي من القرآن تفضل، والّا أنت كفرت بالقرآن؟ الحمد لله على نعمة الكفر. جميل، جميل. أين يقع المسجد الأقصى؟ لأ هذا كذب، لأنه أنت كذبت على رسولك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طب وين المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى يا حبيبي يقع في منطقة اسمها الجعرانة في السعودية. هناك المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. نعم. شو دخل السعودية بأورشليم؟ أنا هذا اللي ما فهمته. بس أول شيء اسمها القدس. ما في شيء اسمه قدس، قدس
هذا اسمه عبد الملك بن مروان، واللي أتوا من بعده أسسوا شيء اسمه القدس، بس كان اسمه بيت مقداش. هسه المهم اسمه المسجد الأقصى ولا لا؟ لا، بيت مقداش هذا كان هيكل سليمان تحته، اجوا عمر. القرآن اسمه المسجد الأقصى. ايه المسجد الأقصى يا حبيبي الحقيقي، اللي راحوا، اللي راح له. اسمعني بس اسمعني. ما بده يسمع، ما بده يسمع. المسجد الأقصى يا ابني، انت ما حدا عم يسمعك الآن، خليك بعيد، خلاص خليك بعيد، ما بده يسمع. المسجد الأقصى يا جماعة الخير المذكور في القرآن، هذا اللي زاره محمد وصلى فيه، موجود في منطقة في السعودية اسمها الجعرانة. تمام. أنا من أكثر من 11 سنة حكيت على هذا الموضوع على البث المباشر. تمام. منطقة اسمها الجعرانة في السعودية، تبعد عن مكة 20 كيلومتر، فيها المسجد الأقصى اللي زاره محمد. تمام. طيب خلينا نشوف أخونا اللي معنا المتداخل. مرحبا، أنت معنا؟ أنت معي على البث أخي؟ هلو أستاذ؟ طيب أستاذ موهون. طيب اللي حابب يصعد اتفضل، اضغط على اللينك واصعد معي. لا أنتوا تمثلتوا بأخلاق رسولكم بالتعليقات وسبيتوا مثل ما رسولكم سب، مثل ما ربكم سب. عادي، أنا ما بزعل، لأنه هذا دينكم. شو أنا بدي أجي أعلمكم الأخلاق وربكم ودينكم ما علمكم الأخلاق؟ لا. فأنت زلمة تعبر عن دينك وأخلاقك بتعليقاتك، هذا ما نص عليه القرآن والسنة. كيف أصعد؟ اضغط على الرابط المثبت في التعليقات وأهلا وسهلا فيك. لا، السب عندهم موعب يا أخي إلي. السب بالدين عندهم هو عقيدة وإيمان، هو بيخشع وتنهمر دموعه وتبتل لحيته لما بيسب من كتر الخشوع، لأنه ربه اللي كان يسب ويشتم. بالقرآن قال له لواحد يا ابن الزنوة. شو بده يطلع منه؟ إذا كان ربه يستخدم ألفاظ نابية بسب البشر، هو لمين بده يطلع؟ يعني لا تقول لي هو بده يطلع أفضل من ربه أو من رسوله. هزلت، إذا بده يطلع أفضل من ربه ورسوله فلازم يترك هذا الدين. ما هو هيك؟ جرب مرة تانية Jesus is life، جرب مرة تانية يا حبيبي. أيهم ابني أنت لا عاد تدق، أنت ما عندك لا علم ولا معرفة، ما عاد تدق. خليني أعمل لك بلوك عشان ما تزعجني. خلصنا. أيهم أنت ما عاد تدق أبدا. هون في لينك مثبت بالتعليقات، اضغط على اللينك واصعد. ما من شوي صعد معي واحد شلون ما عم يفتح. جرب من حاسبة، من غير تليفون، من تاب، جرب من غير تليفون. هلا من شوي صعد معي واحد شلون ما عم يفتح. أصعد يعني مع نفسي أنا. أصعد مع نفسي يعني، من شوي صعد واحد.
معناتها تليفونك نزل عليه الوحي. جرب غير تليفون ما يكون نزل عليه الوحي. تلاقي حد طلاق. بضاعة مفقودة في الإسلام. شرف. تفضل. ها. ها. هاي دخلت من هون. غيرت من تليفون لتليفون. هلا ارجع ادخل من هون. ها. شرف. هاي دخلت من هون لهون. يلا تفضلوا. هاي دخلت، انا غيرت من تليفون لتليفون. ادخل معكم من تليفون تاني. شرف. خليني ادخل معكم من حساب تاني من تليفون تاني. شوف، يعني عذرك اكبح من ذنب يا اخي. شوف كيف بدي ادخل. في معنا اتصال. خلينا نشوف. مرحبا دكتور. نفس الولد. نفس الولد. روح لك. نفس الغلام. ويطوف عليهم غلمان مخلدون. هيك دخلت. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا، هيك دخلت. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. هلا. شايف، هي انا عبدخل من التليفون الثاني كمان. يعني ايوه الرابط شغال. ماشي حاله. ايوه الرابط شغال. طيب تفضل. إيه، من هو ربك؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. بعرف انتوا بتقولوا له الله. أيوة. هل تعرف هل هو خالق ام مخلوق؟ هو خلق هو نفسه. خلق نفسه. ها؟ هو خلق هو نفسه. خلق نفسه. هو خلق نفسه؟ لحظة خليك معي. اتفضل. ربك خلق نفسه؟ اكيد. ونفسه هي اللي خلقته؟ هو خلق هو نفسه. خلق نفسه. قصدك هو خلق ذاته؟ خلق ذاته. ايوه. خلق ذاته، ايوه. طيب شوف كلام. انا شوف انا فاهم. لحظة، يعني روح الله مخلوقة؟ هو اللي خلقها. هو اللي خلقها. يعني روحه مخلوقة. قبل أن يخلق روحه كان صنم؟ لا ما كان. لا ما كانت. ولا على اي شيء. ولا عن أي شيء أصلا. يعني قبل ما يخلق روحه كان ميت؟ سؤال بس. دلوقتي انت طالب ايه؟ خليك معي الآن لنخلص. يعني قبل ما يخلق روحه كان ميت؟ انت اللي بترد على نفسك. لك يا حبيبي ليش بتهربوا؟ لا انا مش ليش بهرب. بهرب؟ انت اللي بتهرب من السؤال. بس وثقت من ربك. تمام. نعم. ارجع اطلع. بس وثقت من إلهك ارجع اطلع. تمام. شرفت.
ربك مخلوق، يعني أنت اعترفت إنه ربك مخلوق، كيف تعبد إله مخلوق؟ قال خلق نفسه. يخرب بيت الهبل، خلق نفسه. يخرب بيت الهبل. طيب قبل ما يخلق روحه يعني كان ميت؟ قبل ما يخلق روحه كان ميت؟ سبحان اللات والعزى. يعني ها هم أبناء أم المؤمنين عائشة لما بيجوا يجاوبوا على السؤال يثبتون بالدليل القطعي أنهم يعبدون إلها مخلوقا. لا حول ولا قوة إلا بالحجر، لا حول ولا قوة إلا بالحجر. حسبنا الحجر الأسود ونكح الفقير، حسبنا الحجر الأسود ونكح الفقير. يعني عجيب، أمركم عجيب غريب، أمركم عجيب وغريب. طلع رب خلق نفسه وخلق روحه. هذا مصيبة، كارثة، كارثة بكل المقاييس. نعم هي أنا لازم أقصها وأنزلها عندي على التيك توك، أنا هي لازم أقصها وأنزلها عندي على التيك توك. تعال كمل بس لا تهرب، خلينا ننتهي. لا تهرب، لا تقفل. إيه؟ انت ربك ربك قبل ما يخلق روحه كان ميت؟ هروبك من اصلا لك يا ابني اثبت بالسؤال، يا ابني اثبت. ربك قبل ما يخلق روحه كان ميت؟ انت بتهرب من السؤال لانك طيب بدي أعطيك آخر فرصة. ضعيف، لانك ما عندك اجابه. كارت أحمر. شوف خلص خلص كارت أحمر، خلص أنت ما عندك إجابة. انت اللي خلص، الله معك. ربك قبل ما يخلق روحه كان ميت؟ خرب بيت الهبل، خلق نفسه بنفسه. الله عليكم. شلومو حبيبي شلومو. لا حول ولا قوة إلا بالحجر الأسود. مبروك يا عفرة. بدك ترتد أنت كمان تترك عبادة هذا المخلوق المعاق إله الإسلام؟ هل تعلم إنه إلهك مو بس مخلوق معاق؟ مو هلا التيك توك أخي، المسا بفتح تيك توك. هلا أنا مع أولادي بالبارك، أنا مع أولادي بالبارك الآن. لا حول ولا قوة إلا بالحجر الأسود. حبيبي يا الياس الغالي، صلى الله عليك وسلم. لك شو خصك فيني أنت؟ دافع عن ربك. شو خصك فيني أنت؟ أنا بقدس عمود الكهرباء. ها بدك تطعن بعمود الكهرباء؟ هل هذا بيعني إنه ربك مو مخلوق؟ شو هالحمرنة هي اللي بدماغكم؟
لا حول ولا قوة إلا بالحجر الأسود. مو أنا اللي بعبد الحجر الأسود يا جاهل، أنت يلي بتطوف عليه وبتلحسه وبترجمه 7 رجمات لحتى يغفر لك ذنوبك. مو هيك قال رسولك؟ مو رسولك قال إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا؟ صح ولا لا؟ يا جماعة إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خايفين من الإسلام ليه؟ إذا خايفين من الإسلام ليه لساتكم مسلمين؟ لك إذا خايف من الإسلام ليه لساتك مسلم؟ خايف من ربك ليه لساتك مؤمن فيه؟ طبعا حسابي على التيك توك، بس اكتب الدكتور أحمد بتلاقيني يا جنتل. حبيبي حبيبي دخيل صليبك أنا حبيبي. اكتب على التيك توك الدكتور أحمد بتلاقيني. عرفت؟ صدقني ما بعرف يعني لبين ما بتوقيتي أنا يمكن على 10 بالليل بتوقيتي. قصص الزنا والعواهر موجودة عندك. ربك جعل من المؤمنات اللاتي يردن أن يطبقن القرآن عواهر. كيف؟ لما قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. يعني حضرتك إذا متزوج وعندك امرأة جميلة أو قبيحة ما يخالف، إذا دخلت على البيت ولقيت زبون مع مرتك عم يلعبوا الرياضة الإيمانية ما بتقدر تعمل شيء، لازم تجيب 4 شهود، وهال4 شهود لازم يشوفوا المرود بالمكحلة. فمين اللي علمك العهر؟ ربك. ربك علم المؤمن يكون عنده صاحب، جوزها يطلع على الشغل صاحبه يجي على البيت يتناوبوا عليها. عرفت القهر وين؟ وقال ربك في القرآن والذين يرتكبون كبائر الفواحش كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. شو هو اللمم؟ شو هو اللمم؟ الذنوب الصغيرة، يعني المصة، المفاخدة، الرضعة، اللحسة. فهي عندك بالقرآن يا حبيبي، هي عندك بالقرآن. قصص العهر والزنا والتشريع بالعهر والزنا موجودة في القرآن وبالتفسير. يعني لا تروح بعيد، ربك اللي هو ربك كان مغتصب ومتحرش. بسورة التحريم 12 ربك نزل على الأرض وتحرش بفرج بنت عمران، لعب لها بفرجة بدون إذنها. شو قال؟ اسمع شو قال ربك بسورة التحريم 12. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ربك وين نفخ يا حبيبي؟ بفرج بنت عمران. يعني حط شفايفه على فرجة ونفخ، وقالها الهف هف، وعمل لها هيك بفرجة. أخذ إذنه ولا ما أخذ إذنه؟ ها، أخذ إذنه ولا ما أخذ؟ لما حط شفايفه على فرج بنت عمران ونفخ، هل أخذ إذنه؟ لا. هل خبره بده ينفخ بده يلعب بفرجة؟ لا. هذا شو بنسميه؟ اغتصاب، تحرش واغتصاب. مو هيك؟ يعاقب عليه القانون. ربك عمله، فعادي يعني. علمكم تعملوه ولا ما علمكم؟ ولا ربك ما قدوة لك؟ ربك ما قدوة لك؟ كيف نفخ بفرجة؟ لا تقول لي عن طريق البلوتوث. كيف نفخ؟ هات لأقول لك.
خبرني. قل لي كيف نفخ بفرجها لبنت عمران. يا تفضل يا بطل. خبرني، يلا تعال. الكارت الأحمر جاهز. الكارت الأحمر جاهز، انتبه. ابغى اسالك خبرني كيف ربك نفخ بفرج بنت عمران. سؤال صغير بعد اذنك. الأحمر جاهز. بعد اذنك. خلينا ننتهي بنروح لغيره. خبرني طيب الآن. انا ده بدي أعطيك الكارت الأحمر أعمل لك. خبرني كيف نفخ ربك بفرج بنت عمران. انا بحب مش بفهم أوي. اسال شيء. أيوة. طيب أنت لما بتنفخ البالونة يا جيم، لما بتنفخ البالونة كيف بتنفخها؟ طب انا هسالك سؤال. بس خبرني الآن. هقول لك كيف بدك تهرب من الأسئلة وما عندك جواب؟ يلا بس انا لما بتنفخ الآن التاير تبع البايسيكل انت مو بتفهم بالمنفاخ، مو بالكمبرسور، بالمنفاخ تنفخ التاير. انت يا بتفهم ابني طبعا أنا حافظ القرآن. لا بعيد عن حفظك. الآن ما ربك نفخ بفرج يا ابني. هي الكرت الأحمر لك وقول باي للكاميرا. يلا خلاص. يلا ولا سلام. جبان ما بتعرف شيء عن دينك، شو طالع تعمل عندي؟ شو طالع تعمل عندي؟ بدنا نعرف ربك لما نفخ بفرج بنت عمران النفخة السحرية كيف نفخ؟ ألم يضع شفتيه على فرجها ونفخ النفخة المنشودة والمعهودة؟ ثق بربك أول شيء، بعدين خلينا نخلص من السؤال وبعدين أطرح أسئلتك، ما عندي أي إشكال. على القليل أعطيني جواب لسؤالي. هزلت ولا كانت. كيف نفخ ربكم بفرج ابنة عمران. طيب عيف كيف نفخ، صعبة. عيف كيف نفخ صعبة. السؤال الأسهل، هل أخذ إذنها قبل أن يلعب بفرجها؟ هل أخذ إذنها قبل أن يلعب بفرجها؟ يا أجيبوني بالله عليكم عباد الحجر الأسود، أجيبوني. هل أخذ إذن ابنة عمران قبل أن يلعب بفرجها؟ حبيبي يا سميت. يلا يا حبايبنا يا مسلمين. هل أخذ، شوف يا جيمر أعطيتك كتير فرص أنت ولا زلت تقفز مثل الأرنب. أعطيتك كتير فرص وأنت ما عندك جواب، مصر إنك تقفز وتقفز مثل الأرنب. قفز الأرنب خاف الأرنب كنت قريبا منه ألعب، أبيض مثل النور. تعال أعطيك فرصة، آخر فرصة. هالمرة الكرت الأسود إذا ما جاوبت، والكرت الأسود يعني بلوك. تمام. هل ربك حين نفخ بفرج بنت عمران أخذ إذنه؟ المعلومة مش وعي. حلو وانت بتتهرب كل مرة بتتهرب يا ابني السؤال هو حين نفخ ربك
بفرج بنت أنا عمران هل أخذ إذنها؟ لك سؤال. تعال اقرأ، تعال اقرأ معي الآية، ولا مستحي كمان من القرآن؟ اقرأ الآية، يلا اقرأ. ومريم ابنة عمران إيه؟ اتفضل. اقرأ. الشاشة عندي شوية. اقرا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت إيه؟ أحصنت إيه؟ فرجها. ونفخ فين؟ فنفخنا فيه. طيب لما نفخ ربك بفرجها لبنت عمران أخذ إذنه؟ ما أعرفه. لا، ما أخذش إذنها. طيب أنت ممكن. تقبل حد ينفخ بفرج أمك وما ياخذ إذنه؟ طيب أنا بقى ينفع أسألك؟ لا جاوبني، أنت بترضى حد لا غريب؟ ممكن أنت بقى أسألك. بترضى حد غريب ينفخ بفرج أمك بدون إذنه؟ إزاي ممكن. قبلتها على نبيك عيسى إنه ربك اغتصب أمه وتحرش بها بدون إذنه؟ أنا ما أعرفش برضه. إزاي تقبلها على نبيك؟ أنا عايز أسألك أنت سؤال. إذا كان اهدى بس يا حبيبي، اهدى بس. إذا كان ربك حبل لبنت عمران ولعب لها بفرجه، عيسى ابن من؟ عيسى ابن مريم. أو مين أبوه؟ ما عنديش علم. أبو الله. أبو الله. ربك عنده روح ولا لأ؟ ربي مم. هو خالق نفسه. يعني عنده روح لما عندوش روح؟ أكيد عنده. طيب لا، تعال لا، أوريك دي، تعال أوريك دي وأنت اديني رأيك. مين بيكون أبو لعيسى؟ دي من سورة مريم، حنفتح سورة مريم مع بعضينا، تمام؟ قل لي بقى، مين أبو لعيسى؟ أليس ربك؟ تفضل يا حبيبي. ها ادي سورة مريم، بص كده هنا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. حصل إيه بروح الله؟ طيب أنا هقول لك على حاجة. حصل إيه بروح الله؟ حمل مريم فإن مريم عليه. خليك بالآية. يعني ربك ما بيعرفش يتكلم؟ أنا برد عليك. يعني ربك ما بيعرفش يتكلم؟ مهلوس؟ طيب اقرأ الآية. أنا عندي سورة فتمثل لها بشرا سويا، يعني ربك صار بشر. طيب قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شو قال؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك إيه؟ غلاما زكيا. طيب الواد ابن مين؟ ابن روح ربك يلي اجا وجاب لها الهف لبنت عمران وحبلها. طيب أسأل سؤال. يبقى عيسى ابن مين؟ ممكن أنا أسأل سؤال. بس نخلص. عيسى ابن مين؟ مش هقدر أقول. أنت عارف يا حبيبي. عايز أقول لك وأرد عليك. عيسى ابن مين؟ ممكن أسأل سؤال. عيسى ابن مين؟ أنا برضه. خلاص روح. مش عارف ترد، عايز تهرب. 1400 سنة وانتوا عندكم أسئلة، 1400 سنة وانتوا بتسألوا، 1400 سنة وانتوا بتلعنوا، 1400 سنة وانتوا بتشتموا، 1400 سنة وانتوا عندكم أسئلة عن الدين الآخر، عن دين الآخرين، لكن ما عندكمش أجوبة عن دينكم، ولا بتعرفوش دينكم ولا ربكم ولا قرآنكم ولا نبيكم. أنا بتكلم على نبيك عيسى ابن مين. ما إذا ربك أرسل روحه وروح ربك صار بشر وحبلها لبنت عمران، حبلها ولا لأ؟ روح ربك حبلها. يبقى عيسى ابن مين؟ عيسى ابن مين؟ ابن شهوة ابن ربك.
ابن شهوة ربك، ولا حيلعب لها بفرجها ليه؟ م? ثواني يا جماعة الخير، قلبت الكاميرا لأنه أحد أطفالي صعد على السيارة. فنحن عايزين نعرف بقى، ربك لما نفخ بفرج ابنتي عمران وجاب لها الهفهف، أخذ إذنها ولا لأ؟ صلوا على النبي المركوب يا أخوة، صلوا على النبي المركوب. زيدوا الصلاة على المركوب يا أخوة. زيدوا الصلاة على المركوب لو سمحتم. يا جماعة الخير صلوا على المركوب عم نقلكم. صلوا على المركوب يا حبايب، شبيكم؟ الرسول بيحبك وتركب عشانك يا حبيبي. الرسول بيحبك وتركب عشانك. اي نعم. اللهم صل على المركوب وآل المركوب. ما شاء الله، ما شاء الله. كلكم قلبكم عامر بالإيمان. بتعبد مركوب؟ أنا ما بعبد مركوب، بس هذا نبيك المركوب يا أبو ركبة. القوم السلطن اللي ركبوه. تعال أوريك الحديث. بيستهزئ بنبيه. هو مش داري إنه نبيه تركب وتألم. تعال أوريك الحديث. مسكين، هو مش عارف إنه النبي صلى الله عليه وسلم اتركب علشانه وتألم في ركوبه. لا حول الله. تعال صلي على النبي المركوب. تعال تصلي على المركوب. تعال بصي هنا، بصي هنا. أو كما قال عفان إن شاء الله ليس عليه ثياب ولا أرى سوآتهم طوالا. ما هم فجعلوا إيه؟ لكم دينكم ولي دين. فجعلوا إيه؟ بس قل لي، خلينا نقرأ. فجعلوا ليك في الحجر اللي انت فجعلوا يركبون رسول الله وجعلوا. بس يا ولد، خليك يا قرب انت بقى. يا ولد، خليك في النبي المركوب. الرسول بيحبك وتركب عشانك. فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل نبي الله يقرأ عليهم اركب اركب يا محبوب، الرسول عايز يتوب. اي نعم. وجعلوا يأتوني فيحيلون حولي ويعترضون لي، قال عبد الله فأرعبت منهم رعبا شديدا. قال فجلست. من هون عم نكمل. فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون. أو كما قال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا وجعا أو يكاد أن يكون وجعا مما ركبوه، وقال إني لأجدني ثقيلا. خلي أعلمكم هي. تفضل. إن رسول الله جاء ثقيلا وجعا أو يكاد أن يكون وجعا مما ركبوه، قال إني لأجدني ثقيلا. صلوا على الحبيب المركوب يا أخوة، صلوا على الحبيب المركوب صلى الله عليه وسلم. الحجر الزنجي يخرب فنك. انت بتعرف انه الحجر الأسود يمين الله على الأرض؟ يخرب فنك بالفنانة. الآن لماذا ذهب رسول الله إلى القوم الزط؟ الجواب حتى يركبوه.
السؤال: هل رسول الله كان يحب الركوب؟ هل رسول الله كان يحب الركوب؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. الحمد لله على نعمة الإسلام يا أخي، الحمد لله. رسول الله ضحى بأغلى ما يملك من أجل هذا الدين. نعم، من أجل نصرة هذا الدين ضحى بأغلى ما يملك. نعم. ويأتي الآن الكفار ينكرون فضل رسول الله. يأتي اليوم الكفار وينكرون النعمة والفضل الذي قام به رسول الله وضحى بالغالي والنفيس من أجلهم. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. حسبنا الحجر الأسود ونعم الوكيل، حسبنا الحجر الأسود ونعم الوكيل. شايفين؟ ضيعوا تعب الرسول وألمه بتلك الليلة. نعم، ضيعوا تعب الرسول وألمه بتلك الليلة السوداء. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالحجر الأسود. وحسبنا الحجر الأسود ونعم الوكيل. يا جيمر، يا جيمر، أنت مخرج، أنت فارغ عديم الفهم، ما بدك تفهم. سألناك السؤال الأسهل ما عرفت تجاوب عليه، بدك تجاوب على الأسئلة الصعبة. خليك بعيد، خليك بعيد يا ابني. صلوا على حبيبكم المركوب يا أخوة، صلوا على حبيبكم المركوب. طيب يا جماعة الخير، أنا لازم أخذ الأولاد نروح البيت. نلقاكم في بث لاحق بنعمة الذي خلق رب الإسلام المسيح جل جلاله. نلقاكم في بث لاحق. بس أنا فتحت هذا البث لأبلغكم إنه رح أصير نشط أيضا على اليوتيوب. تمام، رح أصير نشيط أيضا على اليوتيوب، مش بس تيك توك، يوتيوب وفيسبوك. إذا ما كنت بتعرف صفحتي على الفيسبوك خليني أفرجيك إياها. هاي صفحتي على الفيسبوك. رح أصير نشيط على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا، مش بس على التيك توك. فاللي ما عمل متابعة للصفحة على الفيسبوك بإمكانك تعمل متابعة الآن. وتحياتي لكم جميعا، ونلقاكم في بث لاحق. سلام.